السلام عليكم حبايبي متتبعي قناه روزا كويزين. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم غراتان بالكرنب. طريقه جد مغايره تماما على هذوك الطرق اللي موالفينهم. تجي شغل لازاني بصح بلا بيشاميل، راح نديرها بالكفته فقط ولا صوص طوماط. اذا هذه الوصفه راح نحتاج نص راس تاع الكرنب يكون كبير. نحاول ننزع الاوراق غير بشويه، نحطهم ونفورهم حتى يطيبوا. هاوليكم ونخليهم حتى يبردوا باش نقدر نخدم بهم. نحتاج كميه تاع الكفته حوالي 300 غرام، 250 حتى 300 غرام. تقدروا تستعملوا تاع الدجاج ولا تقدروا تستعملوا صدر الدجاج وتقطعوا قطع صغيره فقط. نحتاج صلصه الطماطم، درت فيها كاس تاع الماء يكون سخون، 4 مغارف طماطم مصبره، ملح، رشه سكر، فلفل اسود، ورقه وخليتها حتى يتعقد بهذه الطريقه. هنا درت كميه من الارز، نص كاس تاع الرز، غليته في الماء والملح ورشه تاع فلفل اسود، ونحتاج الى جبن طري. راح ندير هاد الكفته تتقلى ونعاود نولي. هنا راح ندير لها ملعقه كبيره تاع الزيت، نزيد مغرف ثانيه، نزيد لها رشه تاع فلفل اسود، رشه تاع القرفه، تقريبا 4 مغارف صغيره، والملح. ملعقه صغيره تاع الملح. راح نغطي عليها ونخليها حتى اللي تتقلى مليح مليح ويدخل لها هذوك التوابل عاد باش نتلاقى. نجيب المول اللي راح ندخلو للفرن. واش ندير؟ راح نحط فيه تقريبا 3 مغارف تاع لاصوص طوماط. تحبوا تستعملوا صلصه الطماطم اللي ديروها في البيتزا ماشي مشكل، يعني اي صلصه تاع طماطم تقدروا تستعملوها. راح نجيب هذاك الروز والكفته، راح ندير كميه مع هاد الكفته. بخاصش الروز يغلب الكفته، يعني لازم تكون كميه متساويه تقريبا باش ما تستبنيش غير الروز فقط. راح نزيد شويه، هاد الكميه كافيه. راح نحكم الورق تاع الكرنب، نسدف في المول بهذا الشكل. بهذه الطريقه راح ندير طبقه كامله تاع الكرنب ونعاود نولي لكم. راح نرش شويه تاع الملح، كما تعرفوا اوراق تاع الكرنب فورناهم بلا ما نملحو. نزيد شويه تاع الكفته، بهذه الطريقه. نزيد قطع من الجبن، تحبوا ديروا جبن مبشور ديروا ماشي مشكل. اذا بهذه الطريقه راح نزيد شويه تاع صلصه الطماطم، غير شويه باش ما تجينيش ناشفه. هكا. ثم واش ندير؟ راح نزيد طبقه
واحده اخرى تاع الكرنب، يعني نفس الطريقه نتبعها. طبقه تاع الكرنب، طبقه تاع الرز بالكفته وجبن، ثم نزيد شويه صوص الطماطم ونزيد طبقه واحده اخرى هكا حتى نكمل كامل الطبقات ونعمر كامل لومو. انا جاوني غير زوج تاع الطبقات كما وريت لكم، على خاطر لومو تاعي صغير على حساب حجم افراد العائله تاعي. هذا اللي يبقى لك تقدري ديري به سلطه. اذا هكا راني غطيت كامل لو مول. اذا بهذا الشكل راح نثقب بالخدمي هكا باش لاصوص طوماط من بعد كي نفرغها فوقها راح تدخل داخل، ما تبقاش غير الفوق. بهذه الطريقه. هذيك صلصه الطماطم اللي بقات لي راح نزيد لها حبه تاع البيض، ندرب مليح مليح. احسن نضربها في الشيطه. ندخلها للفرن من الفوق ومن التحت حتى لين ينشف هذاك البيض باش نخرجها. بهذه الطريقه راح نصبها فوقها. هذه الطريقه فقط بسيطه جدا سهله وتقدري ديريها بكل بساطه للعشاء ولا الفطور. راح ندخلها للفرن ونتلاقاو من بعد ان شاء الله في صحن التقديم. لهنا في هذه اللحظه اللي تحب دير جبن مبشور يجي احلى، انا ما راهش عندي كملي، اذا راح نديرو هكا فقط ونتلاقاو. الشكل تاعو بعد ما نحيتو من الفرن راح نقسمو ونوريه لكم في صحن التقديم. اذا هاوليكم الطبق تاعنا تاع نهار اليوم، متاكده انه راح ينال اعجابكم لانه انا نال اعجابي بزاف بزاف. هاوليكم، نتمنى الصوره تكون واضحه. حبيباتي في التالي نقول لكم اللي جديده معايا ما تنساش دير اشتراك في القناه. جيم للفيديو والى اللقاء الى وصفه اخرى ان شاء الله.